بالمستندات إعادة مباراة الأهلي والزمالك وقرار إدارة الأهلي في الاختيار بين الدوري السعودي والإماراتي للانتقال لهم الموسم المقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم وصفحتكم صاحب الكورة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ركز معايا قوي 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 يا صديقي العزيز، والحلقة دي قوية إن شاء الله جدا، فعايزك تركز من أول دقيقة لآخر دقيقة. كلمتك أنا من كام يوم في نفس القناه هنا، الحلقه بتاعت امبارح، لا اللي قبلها، اول امبارح ساعه مباراه الاهلي والزمالك، وعملت حلقه قبل الفطار وقلت لك ان في اتجاه لاعاده المباراه او تاجيل المباراه، وقلت لك ساعتها ان في قرار دلوقتي الاهلي وافق عليه ان المباراه تتاجل من 9:30 ل 10:30 او 11:30 ويجي طاقم تحكيم عربي. في ناس طلعت قالت لي انت ايه تاني يوم قالوا لي اللي انت قلته ده واللي قلته ما حصلش وكلام جبته منين وده اي كلام ولا ايه يا عمرو، لا ومش عارف ايه ومش متعودين منك على كده. قلت لهم يا جماعه انا ما بقولش كلام في الهوا، وبكون جايبه يعني طبقا لتقارير او حاجات مصادر موثوق منها، وفعلا اداره الاهلي اتعرض عليها ان هم يتاجل الميعاد بتاع المباراه ساعه او ساعتين. تلف الايام وتدور والحمد لله رب العالمين، زي ما بتلف وتدور في معظم الاوقات، وبفضل الله في الاخر بطلع صح. ده فضل من ربنا، مش شطاره مني تماما. ودايما وقلت في معظم الاوقات مش في كل الاوقات، لان اكيد كلنا بنغلط. النهارده مهندس عدلي القيعي طلع وقال ان الاهلي معاه مستندين رسميين من رابطه الانديه او من اتحاد الكره، مش فارقه، يفيدوا بعدم لعب المباراه بدون حكام اجانب. يعني المباراه هتلعب بحكام اجانب، فانت لو جبت حكام مصريين يبقى انت خليت بالاتفاق، يبقى الغلط على رابطه الانديه واتحاد الكره مش على الاهلي. انت عندك معايير، هفهمها لك واحده واحده صديقي. والحاجة التانية قال لك جالنا برضو خطاب رسمي يفيد بتأجيل المباراة لمدة ساعة أو ساعتين لحين استخدام حكام. يعني بفضل الله اللي قلته حصل، الحمد لله رب العالمين. إذا قانونا الأهلي ليه كل الحق إنه ينتظر لعب المباراة بحكام أجانب. تقول لي إيه بقى والأهلي انسحب ومش انسحب؟ مش حاجة اسمها كده. حتى الآن اتحاد الكورة ورابطة الأندية مش قادرين يعلنوا انسحاب الاهلي. ساعة انسحاب الزمالك احنا في ثانية خدناها في نص دماغنا، ما فيهاش. دي انسحاب الزمالك، دي ادوها لإدارة الزمالك في نص دماغهم على طول. طب الاهلي مش قادرين يعلنوا، واحد بيقول لك لا ده هيعلنوا يوم السبت مع العقوبات اللي هتنزل. ماشي، خلينا مستنيين شوف هيعلنوا ازاي. ممكن يعلنوا فعلا، بس يتحملوا. تقول لي هو انت زملكاوي؟ انت فرحان ولا ايه؟ شكلك فرحان كده بتتكلم بتدافع عن الاهلي. بص يا معلم، انت عارف ان انا من زمان بفضل الله تعالى الناس اللي متابعاني بحيد الانتماء على جنب لما بيكون في حاجه بره التشجيع. يعني انا بشجع فريقي، انا زملكاوي وببقى متعصب في ماتش الزمالك وهو خسران، ومتضايق لما الاهلي بيكسب في الدوري والكلام ده كله. لكن نتكلم كلام عقلاني ومنطق وفي حق، انا حقاني. انسى انسى بقى قصه اقول لك انا فرحان في الاهلي. لا خالص، اللي عمله الاهلي هو الصح. التوقيت غلط بس اللي عمله هو الصح. انا شايف ان التوقيت غلط بس اللي عمله هو الصح. اللي عمله هو الصح في انه اتحاد الكوره ورابطه الانديه ولجنه المسابقات مبوظين الدنيا تماما تماما. هتقولي ليه؟ ما هو الزمالك بيستفاد من الاخطاء التحكيميه. انا ما بحبش اجادل في القصه دي ولا ادخل في مجادلات وتقول لي اصل الاهلي اتظلم في كذا، اقول لك لا الزمالك اتظلم في كذا، الاهلي اتجامل في كذا، اقول لك الزمالك اتجامل في كذا. لا خالص، انا لا عايز اتجامل ولا اتظلم، ولا عايزك تتجامل ولا تتظلم. حلو كده كده احنا متفقين. متفقين. وانا كنت منتظر من نادي الزمالك اللي كان بيقول يوم 5/3 ان احنا مش هنلعب القمه بدون حكام اجانب، وجي يوم 11/3 قال لك هنلعب بحكام مصريين. كنت مستني ان نفضل ثابتين على مبدأنا ونتحد مع الاهلي علشان يتم اقاله رابطه الانديه ويتم اقاله لجنه المسابقات ويتم اقاله اتحاد الكوره، ونبدا على نظافه من الاول، لا انت تتظلم ولا انا اتظلم. بس انك تيجي تقول لي امال انت ايه كنت، يعني انت دلوقتي مع انسحاب الاهلي وكنت الاول ضد انسحاب الزمالك،
تاني هقول لك وقلتها اكتر من مره، قرارات اداره الزمالك قرارات عنتريه مش مدروسه، وبنقول الكلمه ونرجع فيها 18 مره. والاهلي لو رجع في كلامه وعدى مباراه الزمالك وكمل الدوري يبقوا رجعوا في كلامهم، وانا بقول لك يبقوا سقطه رهيبه في حق اداره الاهلي. انا قال لك انا منسحب من الدوري، كمل للاخر. وده اللي انا قلت ساعتها. لو تفتكروا ساعه انسحاب الزمالك طلعت وقلت ايه؟ الناس اللي فاكره انا قلت ايه؟ الحمد لله موقفي ثابت، دايما بفضل الله موقفي ثابت. قلت لو ناوي تنسحب انسحب نهائيا وما تكملش الدوري، وانا هشجعك اكتر من الاول لما تنزل دوري درجه رابعه. ارجعوا للحلقه وشوفوا ساعه الزمالك، شوفوا تاريخها امتى، شوفوا حلقتي كنت بقول ايه ساعتها. بفضل الله قلت انسحب، ما قلتلكش ما تنسحبش. لو انت شايف ان في فساد في المنظومه الكرويه انسحب، لو شايف ان انت بتظلم انسحب، لو شايف ان انت كاداره زمالك بتتظلم في المباريات وفي مجاملات لفرق تانية انسحب. لكن كمل للاخر، ما تجيش في نص الطريق بعد ما تخسر نقط الاهلي تقول انا هكمل. ايه لازمه الانسحاب؟ جم بعد كده قال لك شفت لازمه الانسحاب، التحكيم بقى احسن. احسن في ايه يا عم؟ بقى احسن ماتش ماتشين ورجعت ريما على عادتها القديمه. طلع التحكيم وحش، التحكيم قصده حاجه، يا عم ماليش دعوه بالتحكيم، ما الحكام دول في الاخر يا عم ناس زي وزيك غلابه رايحين ياكلوا عيش، وكلنا وارد ان احنا نخطئ. انا لا بمسك فرد بعينه ولا انا بتكلم عامه ان جنرال. فاللي انا بقوله ان الاهلي لازم يكمل في الاخر للانسحاب. ده هيغير كتير في المنظومه بتاعه كره القدم في الدوري المصري. وإدارة بتوع دول اسمهم ايه؟ إدارة ايه؟ نسيت، ما علينا. المهم الحاجة التانية، في تقارير بتقول ان في ترحيب شديد جدا من الدوري السعودي والدوري الاماراتي ان الاهلي يلعب فيهم زي ما نادي الهلال السعودي والمريخ الهلال السوداني والمريخ السوداني بيلعبوا في الدوري الموريتاني. لو الاهلي اداره الاهلي قالت لو نزلنا درجه رابعه، ده تقارير بتقول كده، ونزلونا درجه رابعه، احنا هنروح نلعب في دوري تاني في الدوري السعودي او الدوري الاماراتي، مش هنكمل هنا. احنا مش هنقبل ان احنا ننزل درجه رابعه ويتطبق علينا اللائحه من اتحاد كوره ورابطه انديه مش شايفين شغلهم. اتحاد كوره ورابطه انديه عندهم خلافات شخصيه مع بعض بيحلوها على قفانا. احنا مستعدين ننزل درجه رابعه لو احنا فعلا غلطانين، لكن احنا مش غلطانين. احنا بننسحب من كتر الظلم، فما تجيش ابقى مظلوم وتظلمني اكثر وتنزل درجه رابعه. مش هقعد لك في الدوري، انا اروح دوري سعودي او دوري اماراتي، والدوريين المفروض طبقا للتقارير مرحبين جدا بتواجد النادي الاهلي هناك. ايه اللي هيتم؟ ايه اللي هيحصل؟ الدنيا رايحه على فين؟ مفيش مخلوق في منظومه كره القدم في مصر يعرف، واللي يقول لك غير كده بيحور. احنا يعني بنتنفخ يوميا عشان نجيب معلومه صحيحه، نجيب معلومه قريبه من اللي ممكن يحصل. لسه في اجتماعات كتيره وفي كلام كتير وفي ليله كبيره جدا، والاهلي ينتظر اعلان انسحابه عشان ينزل بيان كبير ان هو بعت كل المخالفات التحكيميه والمشاكل اللي قابلته للفيفا والمحكمه الرياضيه الدوليه عشان ياخدوا قرار. والقرار لو كان صعب ممكن يحصل ايقاف لنشاط كره القدم في مصر. ده لو اللي الاهلي بعته المحكمه الرياضيه الدوليه وافقت عليه كله وقالت تمام، ممكن يحصل ايقاف لنشاط كره القدم. ده لو كانت المخالفات كبيره والاهلي بعت هو وفرقه تانية. ايقاف ده بيبقى مؤقتا لغايه ما يتصرفوا مع اتحاد الكوره ومع رابطه الانديه والكلام ده كله، ويعينوا اتحاد كوره تاني بالتعيين الكلام ده كله، والنشاط يرجع تاني. يبقى ايقاف ده مبيبقاش حاجه كبيره، يعني حاجه بسيطه بس كده مؤقته لغايه ما التحقيقات تخلص مع اتحاد الكوره، وبعد كده ممكن يعينوا اتحاد كوره تاني جديد معين زي ما حصل قبل كده يعني. كان معاكم سلاح عمرو عاطف، قناه صفحه صاحب الكوره. شكرا، ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.